السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، البسكوتات دي كده مقرمشة وناشفة للشاي. احنا قاعدين كده ايه، سهرانين. الدنيا برد جدا بصراحة، عايزين ناكل اي حاجة كده مع الشاي. رحت قايمة عاملاه في ثواني. ده من غير سمنة ومن غير زبدة. ما بياخدش وقت خالص. تعالوا اقول لكم بيتعمل ازاي. هو بيضاية وعليها حبة فانيليا، وهنضربهم بالمضرب. ممكن تعملي بالمضرب السلك عادي. نص كوباية سكر مطحون. طحني السكر، قالوا عايري كوباية، نص وعاير ونص كوباية سكر لغاية ما لونه يغير كده. وهنحط نص كوباية زيت، مفيش سمنة اهو بقى لغاية دلوقتي. ونضربهم تاني برضو. خلاص. دول بقى معلقتين نشا. هو ده سر قرمشة البسكوت، بيبقى زي بتاع الشارع، وحبة بيكنج باودر ورشة ملح. نضربهم كده بالمضرب. وهنحط، هو هياخد كوباية ونص دقيق، بس احنا الأول نحط كوباية وبعدين ننزل بنص كوباية. وعلى حسب امتصاص الدقيق عندك للسوائل، يعني ممكن ياخد معلقة زيادة فوق النص كوباية. يعني شوفي انت الدقيق اللي عندك ايه. خلاص كده بصي اهي. بس انا لميتها خالص كلها اهي، بصي. طبعا الكميه دي قليله جدا. احنا مجموعه، يعني احنا مجموعه كبيره، فانا هركنها على جنب. هعمل نفس الكميه بالظبط. بس هحط لها اول معلقتين كاكاو. وبعدين اضيف الدقيق نفس المقادير بالظبط. حطيت معلقتين كاكاو. ونزلت بمعلقتين النشا. وبرده رشه البيكنج باودر. رشه الملح ومعلقه البيكنج باودر. وهننزل برده بكوبايه ونص دقيق. نفس الطريقه. اهو. بصي. هي نفس المقادير اللي احنا عملناها، ما اتغيرتش في حاجه. بس انا مسرعه الفيديو عشان الفيديو مبقاش طويل عليكم. اهو. وهي نص كوبايه الا معلقه اللي هي. يعني كوبايه ونص بس في الكاكاو، ونص الا معلقه اللي هي بتاعت الكاكاو بس. اهو. ايوه شكرا. بس هنجيب التانية، نحطهم جنب بعض ونغطيهم بكيس كده واحنا شغالين. احنا بقى ايه، هنكور كور كده. هقول لكم ليه. انت ممكن تشكلي باي شكل، اي تشكيل. بس انا احفادي حبايبي العزاز لقيتهم جايبين لي مكبس كده. كانوا في التمرين، ناحية في التمرين بتاعهم، فداخلين محل هم ومامتهم كده، لقيوا مكبس للبسكوت بيديكي شكل البسكوت بتاع الشارع. يعني بتاع المحلات وكده. فراحوا قالوا لي، راحوا جايبينها لي. طبعا هي يعني انا اول مره اتعامل بيها، فهي غلبتني شويه بس عملت بيها يعني. بس حلوه حلوه قوي. بيدي شكل البسكوته، بتديها شكلها حلو. ليها كذا غيار وليها كذا شكل. فاحنا بقى هنبقى نعمل بيها بسكوتات كتير ان شاء الله يعني. هو البسكوت ده كده والله ما خدش مني وقت خالص على فكره. بصوا لازم تعمليها كده. بصوا بس بصوا المكبس عامل ازاي. ده مكبس اهو، بصي. اهو. يعني انا احفادي اللي جابوه لي. بصي اهو، بصي يروح مديكي شكل البسكوت عامل ازاي. فكده عشان انا اعمله لونين، يعني لون داخل في خارج. هعمل بقى كذا شكل لونين، وبعدين اعمل ساده برضو، يعني هنعمل كذا حاجه. اهو بصوا. حلو جدا وحلو قوي، بس ايه. يعني ايدي لسه مش واخده عليه قوي، بس حلو شغال ومية مية يعني. انما انت ممكن تشكليه باي حاجه، ممكن بشوكه، ممكن. تقطعيه التقطيع اللي يعجبك. اي تقطيع. ممكن هقول لك تعمليه دوريه زي ما علمتك قبل كده في بسكوت قبل كده برضو. وبالخله او بالشوكه تخرميه، هيديكي برضو شكل حلو. بس هم منهم جايبينها لي بقى، فانا اتعاملت بيها بصراحه. احنا عملناه كان تحفه، وعملناه جنب الشاي بلبن، وشربنا الشاي بلبن سخن. مش عايزه اقول لكم بقى يعني. الدنيا ساقعه قوي. قوي. اهو. خلاص كده لازم تدهني الصينيه زيت كويس. ده شكل، هنعمل شكل تاني. بص انا بوريكي، بص الاشكال بتاعتها اهي. 5 اشكال، وفي شكل جوه في المكنه هم 6 اشكال. هنا انا عملت الدوريتين دول دوريتين ولزقتهم في بعض عشان يديكي جنبين. بصي هوريكي. خدتي دوريه ودوريه صغيره ودواهم، بصي وحطهم جنب بعض كده وروح مكوراهم، خلاص يديكي ايه. لونين. هننزل بقى بالمكبس بشكل تاني، بصي واحطها على جنبها عشان لما انزل هتديكي شكلين. بصي ايه ده المنظر. طبعا احنا ده ما بياخدش بالظبط ال3 دقايق في الفرن. خلي بالك. يا دوبك. يصفر من تحت، تروحي قافله، تروحي مطلعه الصينيه بسرعه. تخلوش اكتر من كده عشان ما يتحرقش منك. ولونه ما يبقاش غامق. على الشبكه اللي في الوسط درجه حراره 200، يعني على درجه حراره عاليه مش مشكله خالص. ودي العلبه بتاعتي انتوا عارفينها طبعا.
كلكم حافظينها دلوقتي، علبة السعادة بتاعتي، بتاعت هرمون السعادة بتاعتي. بصي كام شكل احنا عملناه، بصي السادة، عملنا بني سادة، بصي كام شكل تحفة بصراحة، حلو قوي المكبس ده حلو قوي. وانا على ايه بقى ايدي ما خدت عليه، خدت وقت بس اشتغلت برضه، سلكت نفسي. اشكاله حلوة وبصوا جميل. احنا قعدنا بقى اكلنا العلبة دي ما شاء الله كلنا كده مع الشاي بلبن، كانت تحفة والله، كانت حلوة قوي، جربوها يعجبكم. ما بياخدش حاجة، بس انا عملت كميتين مش كمية واحدة. بصي بصي ناشف ازاي، بصي بصي اللون عامل ازاي اهو، بصي بصي ناشف ازاي، مستوي من جوه، ما بياخدش 3 دقايق في الفرن، خلي بالكم على الشبكه اللي في الوسط. بصي بصي ناشف ازاي ومقرمش وتحفه. هوريكم، بصوا هوريكم ان انا ايه، بص بس طبعا الصوت ما طلعش. بصوا بصوا ناشف ازاي، مش عارفه اكسره، بصوا اهو، بصوا بيتفتفت ازاي، بصوا تحفه بصراحه. كان حلو جدا وعجب العيال وعجب الاحفاد وعجب الكبار وعجب الصغيرين، ما شاء الله يعني. العلبه بتاعتي دي انتوا حافظينها خلاص. اوعي تنسي تحطي لايك. بحبكم في الله، تركتكم في رعاية الله، السلام عليكم.